النازحون يحدوهم الأمل العودة القريبة إلى ديارهم، داعين أبناء القوات المسلحة والأمن وبتكاتف أبناء الشعب اليمني كافة مواصلة التصدي للعناصر المتمردة والتي باتت وباء خبيثا يجب استئصاله من جذوره. الحوثيين يا ولدي طردونا الحوثة من بيوتنا ومشينا أعوذ بالله من بعض الشر. الحمد لله هربنا من الحوثي بأن خاف لا يقتلنا، قتل شيخنا علي مزرق وهربنا نزحنا. طيب من الذي قتل الشيخ حقكم؟ ما الذي قتل الشيخ؟ الحوثة الحوثيين. ايش عملوا؟ علموا ضرب في اسفل المجدعة وتقطعوا العساكر ووجعوهم وجع. شفت كيف وهم رايحين نازحين كذا العساكر وسبقوا لهم وصار ضرب وصار مقاتل. ما هو الذي بيدرسوا الحوثيين او ما يشتهوا؟ والله ما انا داري ولا لهم طلب ما قصوا. ولا علي عبد الله صالح وصل مدارس، وصل مستشفيات، وصل ما كان نعرف اي حاجه، وصل الخطوط وساكن القريه مرتاحين الحمد لله. والله ما عنده قصره. فالله ينصر الرئيس على من نتعادى بحق اسماء الله. ايش سبب نزوحنا الحوثه؟ نزلوا الى عندنا جنب بيوتنا وتمطرسوا، بعدين احنا نزحنا. والله احنا نزحنا من بيوتنا، يعني اجتنا ضرب واحنا في الظهر جاء ونزلنا على وادي الجارة بقراشنا وبأطفالنا وبكل حاجة، ومن هناك لا تعشر فين ما وصلنا والحوثة ضرب يدي علينا ليل ونهار، هاربين بأطفالنا، قراشنا تموتن وتشردنا وتبهدلنا والآن احنا في هذا المحل. تفاءلوا بالخير وإن شاء الله لا عاد عندنا قراش إن شاء الله أرجى الله ونرجع حكومتنا بس. وصلنا هنا ضرب من الحوثة هاربين عيالنا وقراشنا، القراش خبيان مثل علينا. نعم بالله احنا ايش ما بيطلبوا منكم؟ يطلبوا مننا يشردونا ويرمونا ويهلكونا، ما يطلبوا مننا يذبحونا. احنا هاربين. ليش؟ نعلم يذبحوا الواحد من هنا ما حتى يذبحونا ويشلوا عيالنا ويشلوا قراشنا كذا جبيرة. خربك يا أخي من الحوثة يبغون نصرف عليهم وإحنا ما معنا إلا وجه الله ونقاتل معهم، وإحنا هاربين من نفوسنا منتجين بالله وبالدولة بالحكومة. جينا هنا هاربين من دولتنا. الدولة والله هي فيها تهب مجهود، هي فيها تعطي جهد. هب لنا من كيس بر مساعدات، وهب لنا دبات زيوت، وهي فيها تهب جهد، وهب لنا في رمضان قطن سكر ورز ودقيق. الحمد لله.